سر هيخلّي الفول المدمس زي الزبدة، لونه كهرماني يا جماعة. معاكم الشيف أبانوب والنهارده هندمس بقى الفول بطريقة حلوة أوي. كل سنة وأنتم طيبين، ويالّا بقى قولوا لي بتتابعوني منين عشان أنتم حبايبي، والنهارده هاعمل لكم وصفة حلوة. لو عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم، وقولوا لهم تابعوا أبانوب بيعمل وصفات حلوة. أول حاجة كده باجيب الفولة، لازم أختار الفولة الكبيرة يا جماعة، ما اختارش الفولة الصغيرة، والفولة كمان الفاتحة. بانقعها في المَيّة لمدة 12 ساعة، يعني ليلة كاملة، وبعدين باشطفها زي ما أنتم شايفين كده واغيّر لها المَيّة كل شوية. تمام. بعد ال12 ساعة بقى عندي الدماسة. ماما هي اللي جابت لي الدماسة دي وطلعت صغيرة. شايفين يا جماعة؟ يالّا قولوا لماما تسلم إيديكِ. بعد كده حطيت بقى الفول المدمس ده نُص كيلو، وهابدأ بقى أضيف شوية إضافات. عندي نُص كوباية من الفول المدشوش، ونُص كوباية من العدس الأصفر، وجزراية مبشورة. هاقلب بقى كل الكلام ده مع بعض، وهاخد كل الكلام الحلو ده أحطه فين؟ أحطه في الدماسة على الفول اللي أنا ناقعه كام ساعة. يالّا قولوا لي. بُصّوا أنا عايز أسمّع لكم زي المدرسة. قولوا لي نقعته كام ساعة لو أنتم فاكرين. بعد كده بقى عندي معلقة كبيرة من الصلصة هاحطها برضه على الفول، وكمان نُص معلقة صغيرة من الكركم هاحطها برضه على الفول، وعندي كمان نُص ليمونة. هابدأ بقى أعصر نُص الليمونة دي وأحطها على الفول، وكمان أحط القشرة جوّه الدماسة. هيقولوا لي هو كده الفول مش هيمرّر؟ هاقول لكم لأ، السر ده البتاع النُص ليمونة هو هيخلّي الفول ما يسوَدّش. وحطيت معلقتين من الزيت عشان القشرة تستوي وتبقى حلوة كده ما تبقاش ناشفة، وأحط بقى مَيّة لحد ما الفول يتغطّى، وأدّي بس تقليبة كده من فوق. تمام. عشان أنا حطيت الحاجات اللي فوق، أدّي بس تقليبة. شايفين لون المَيّة عامل إزاي؟ هابدأ كده بقى أحط ورقة فويل وأحطه بقى على نار أول كده 10 دقايق على نار متوسطة، وأول كده ما يغلي هاسيبه كده على نار واطية خالص أكنها شمعة. بيقعد حوالي 3 ساعات. بُصّوا بعد 3 ساعات هو الفولة خلاص دخلت في السِوَى. لو محتاج مَيّة بازوّد له مَيّة سخنة، اوعوا تزوّدوا مَيّة ساقعة أو مَيّة من الحنفية، لازم أزوّد له مَيّة سخنة بتغلي. بُصّوا بقى بعد ساعتين كمان الفول لقيته استوى واتدمس وبقى زي العسل. شايفين يا جماعة الفول المدمس؟ يا نهار أبيض على الحلاوة والجمال. تعالوا بصوا. شايفين؟ قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. قولوا لي باعرف أطبخ والّا لأ؟ شايفين حلاوة وجمال ما فيش بعد كده. هاصُب بقى شوية فول، وتعالوا بقى نعمل شوية فول اسكندراني. شوية فول اسكندراني دول كانوا بيعملوه لنا في الجيش كده. أبو سما كان اسمه كده أبو سما العسكري، كان بيعمل لنا شوية فول زي العسل. بُصّوا بقى حطيت بقى شوية من البصل، وكمان شوية من الفلفل الأخضر، وحطيت رشة من الملح، وهادّي بقى التقليبة التمام لكل الكلام ده. وأول ما البصل والفلفل الأخضر يدبلوا هانزل بقى بطماطماية كده مقطّعها صغير. عايزين تحطوا صلصة طماطم ممكن، بس أنا باحب أحط طماطماية كده تبان فين؟ في الوصفة. وبعد كده حطيت بقى شوية من الفول اللي أنا مدمسهم. شايفين أنا مدمس شوية فول كهرماني يا جماعة، لو جربتوه صدقوني ما هتشتروه من برّه تاني. وكده عملت بقى شوية فول اسكندراني، وكمان دمست شوية الفول. شايفين شوية الفول نازلين في الطبق عاملين إزاي؟ يا نهار أبيض على الحلاوة والجمال. رغيف العيش بتاعك يا باشا، وشوية الملح وشوية الكمون وشوية الزيت أو زيت الزيتون، ويا باشا اضرب لك طبق الفول المتين. كان معاكم الشيف أبانوب. لو الوصفة عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم.